الإعلام الأسباني فضح ماكرون رئيس فرنسا وحكم مباراة المنتخب المغربي والفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بعد تحيزه الواضح والفج للمنتخب الفرنسي وعدم احتساب ضربتين جزاء واضحتين للمنتخب المغربي. بس بما انه وصل لك الفيديو ووصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل بقى لل90,000 مشترك في أسرع وقت. صحينا اليوم على مجموعة من الصحف الإسبانية الشهيرة جدا اللي كانت في حالة من الذهول من حكم مباراة المنتخب المغربي والفرنسي وكمان رئيس فرنسا. الإعلام الأسباني في البداية بدأ يتكلم عن حكم المباراة وإنه لم يكن في المستوى نهائيا إنه يدير مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم، لدرجة إنهم قالوا إن حكم المباراة هو من حدد النتيجة وليس اللاعبين، وبدأوا بقى يفضحوا كل شيء. اتكلموا عن ضربتين الجزاء الصحيحتان للمنتخب المغربي اللي لم يتم احتسابهم، واتكلموا كمان عن الإخراج السيء في المباراة وإنهم ليه ما عادوش اللقطات أكتر من مرة عشان يتأكدوا من صحة ضربة الجزاء، وإن الفار كان غير موجود تماما في هذه المباراة. تخيلوا مباراة في نصف نهائي كأس العالم الحكم لم يستعين بالفار نهائيا، رغم ان المباراة اساسا كانت بتحتاج الاستعانة بالفار في اكتر من لقطة، ولكن هو اعتمد على نفسه. الحقيقة اللي لاحظته من الاعلام الاسباني انهم مش بيحبوا الفرنسيين ولا اعلامهم، وبدأوا يفضحوا كل شيء وازاي تمت مؤامرة لاقصاء المنتخب المغربي بفعل فاعل. واخيرا قالوا جملة مهمة جدا، ان التحكيم كالعادة هو من يؤثر في نتائج المباريات المهمة. وهنا بقى جه دور الجامعة الملكية المغربية في وقت مناسب جدا من وجهة نظري، وارسلت احتجاج رسمي ضد الحكم المكسيكي سيزار راموس، بتتهمه بالتغاضي عن ركلتين جزاء واضحتين في نصف نهائي كأس العالم. تعتبر دي برضو خطوة ايجابية جدا لتسليط الضوء اكتر واكتر من الجامعة الملكية المغربية، وعشان العالم كله يعرف اللي حصل. كل التوفيق باذن الله للمنتخب المغربي في المباراة القادمة امام المنتخب الكرواتي في مباراة لحصد الميدالية البرونزية، باذن الله تكون من نصيب المغرب. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس